السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخ غادة. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض التارت بتاعنا. تارت الفراولة حاجة جميلة جدا في الصيف، مش هتقدري تستغني عنها. ورقة وقلم واكتبي المقادير معايا. دلوقتي معايا جيلي فراولة، بحب استعمل جيلي دريم، بيبقى جميل جدا. معايا نص كيلو من الفراولة مقطعة طرنشات، معايا كوباية ونص من الدقيق، معايا نص كوباية من السكر البودرة، معايا فانيليا وبيكنج باودر، ومعايا البطين، ومعايا كمان زيت هاخد منه 3 معالق بس. الخطوة الاولى ان انا هجيب كوباية مية اغليها، وبعد كده افضي فيها الجيلي زي ما انتم شايفين كده، واتاكد ان هو داب كويس جدا عشان ما يرقدش مني في الحل. وبعد كده بجيب كوبايه ميه متلجه، ببتدي انزل على الجيلي. طبعا بكون طفيت النار علشان اسرع ان اخلي الجيلي يسقع بسرعه. بعد كده بجيب معلقه من السكر البودره، بحطها على الفراوله وبقلبها وبسيبها، وبجيب في طبق تاني 3 معالق من الزيت، بكسر البيضتين وبحط الفانيليا وبحط نص كوبايه السكر. ببتدي ان انا اضربها كويس كده بالمضرب لحد ما اتاكد ان السكر داب. وبعد كده ببتدي ان انا اجيب معلقه من البيكنج باودر، بحطها على كوبايه ونص الدقيق، وابتدي ان انا اقلبها مع بعض لحد ما الخليط بتاعي يبقى مظبوط كده زي ما انتوا شايفين كده. اتاكد ان العجينه بتاعتي بقت حلوه ومفيش اي اثر دقيق تاني خلاص كده في الطبق. ببتدي اجيب عندي اي صينيه او طبق زي اللي عندي كده بيدخل الفرن حراري، بجيبه وبجيب الطوق ده وبدهن الصينيه، وبقوم حاطه فيها العجينه، وابتدي ان انا افردها. ولو عندك صينيه بتاعت بسبوسه برضو بتشتغل معاكي، عندك صينيه الطرط برضو هتنفع، عندك الصينيه اللي هي بتتفتح وتتقفل برضو هتساعدك. يعني انا مش عايزه تصعبوا على نفسيكم، تقدري تعمليها في اي حاجه. ببتدي ان انا اجيب الجيلي بتاعي اللي برد، وبعد كده بقوم حاطه فيه الفراوله اللي انا كنت حاطه عليها معلقه السكر، وبحطه في التلاجة وبسيبه لمدة ساعتين لحد لما يتماسك زي ما انتوا شايفين كده. لحد ما يتماسك احطه في التلاجة. طبعا هتكون البسكوتة بتاعتي اللي انا حطيتها في الفرن تكون استوت، هطلعها بالشكل دوت. بتبقى جميلة جدا. بتبتدي بقى ان انت تطلعي الطرط، اهم شيء يكون بارد ما يكونش سخن عشان ما تحطيش عليه الجيلي والجيلي يتأثر بحرارة البسكوت. تمام كده. ببتدي ان انا اجيب الجيلي متماسك كده زي ما انتوا شايفين، وابتدي ان انا انزل على الصينية بالشكل ده، اسويه كويس جدا عشان اخلي شكل الصينية بتاعي يبقى شكله حلو من فوق. وبعد كده بنبتدي ان احنا نحطه في التلاجة لمدة ساعتين 3، او لو عايزة تبيتيه من بالليل وتقطعيه تاني يوم تاكليه، بيبقى في منتهى الروعة. بيبقى الجيلي بقى كله تماسك جدا من فوق، وبيبقى والله حاجة في منتهى الروعة، واطفالك هيحبوها جدا. اهم شيء ما تنسونيش باللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من مطبخ غادة. واللي بيتفرج علينا لاول مرة ما ينساش يعمل اشتراك قبل ما يخرج من القناة. والف هنا وشفا للي هيعمل الطبق. اتمنى ان انتوا تكونوا اتبسطتوا من الحلقة، واللي بيتفرج علينا يكون اتبسط، وتقدروا